تشوفش بانه قد ياتي يوم على المغرب لا يجد من يفاوض في الصحراء الغربيه استاذ؟ نعم. شوف، لا يخفي حدث لا يخفي على احد عفوا، على اساس انه اذا كان فعلا هذه الاراضي تدعي المغرب انه اراضي مغربيه، كيف اليوم في 75 محطه تاريخيه وين قبلت القسمه مع موريتانيا، انا وليدي ما نقسموش لبنتي. دونك هذا نوع من الاعتراف المغربي على اساس انه هذه الاراضي ماشي اراضي مغربيه، لانه قبل القسمه مع الموريتانيين. هذه واحده. اثنين، دوك يبقى كما سبق وذكرت في سؤالك، ما دام هذا الشعب عنده منظمه ناطق حال هذا الشعب الصحراوي الا وهي منظمه البوليزاريو، اليوم في صالح الامن في دول الساحل ودول افريقيا وانعكاساته بالنسبه لدول العالم، لازم يكون اراده سياسيه من الطرفين، لانه ما كانش حل اخر. هو ما دام كاين مخطط تاع التسويه المقترح من طرف الامم المتحده واللي تمثل الشرعيه الدوليه، هو الذهاب في تقرير مصير هذا الشعب الصحراوي. هل نخاف نروح لتقرير المصير؟ فيجب على المجتمع الدولي يزيد يعجل من اليات ميكانيزمات في تطبيق. انه زياره بان كيمون راح تدفع في هذه قفزه نوعيه على الاقل من حيث الشكل، على الاقل من حيث الشكل راح نشوف زياره ما تخرج منها بنتائج، ولكن على الاقل هذه اراده، لانه الامم المتحده يخرج بان كيمون ويجي الى منطقه النزاع راهو بموافقه ومباركه دول مجلس الامن. نعم. هذه واحده، هذه مهمه، فنوع من التوافق بالنسبه للمجتمع الدولي، خاصه لانه فرنسا لعبت دور في هذه القضيه مع الامريكان. ولكن اكثر من هذا استاذ عثماني، هو انه بان كيمون ما كان لياتي الى المنطقه لو ان روس ادى ما عليه. هذا طبعا هذا ما يعيشه العالم حاليا من توتر دولي، وما تعيشه من حاله الانفلات الامني، خاصه ما جرى في اوروبا حتى مع المجتمع الدولي، وخاصه اللوبينج الاوروبي والامريكي على الإسراع في حل نهائي للقضية، لأنه حتمية. وكان كما سبق وأن ذكر الأستاذ، لأنه للصبر حدود. كان خيار داخل من خلال زيارتي وتشاوري واحتكاكي مع بعض الأطر والقيادات وحتى المناظرين الصحراويين، الشعب الصحراوي، صدقني كان تيار قوي راهو يروح الخيار الثالث هو الحرب، وهذا راح يكون خطر على المنطقه على العالم. فالصحراويين اليوم قال لك انتظرنا من وقف اطلاق النار من 91، اليوم رانا في 2016، اذا ما كانش حل هذه المره، لان هذا التماطل اللي تجاوز اكثر من 25 سنه، اليوم حان الوقت. اليوم راهم مستعدين، وكان تيار تاع داخل الشعب الصحراوي متشدد ويمثل جناح قوي داخل الشعب الصحراوي على اساس العوده الى رفع السلاح، وهذا ما حيأثر على العالم. اليوم هذا الخوف من هذا التيار، وخوف ما ينعكس في حال ما اذا العوده الى السلاح، هنا يتحتم على المجتمع الدولي، وهذا ما خلى من دول داخل مجلس الامن الدول القويه وين خلات تعطي الضوء الاخضر، لانه الضوء الاخضر، لان بان كيمون مش من تلقاء نفسه، لانه راهو امين عام الامم المتحده، خلى مجلس الامن جاء بتفويض من مجلس طبعا الامن. خلى مجلس الامن حان الوقت به ينتقل هو شخصيا، خاصه لا يخفي على احد انه بعد تعيين تاع كريستوفر كمبعوث الامم المتحده، وخاصه بعد اعطاء من يرسو القوات الامم المتحده اللي كانت يفترض هدفها هو اجراء حفظ السلام واجراء الاستفتاء، اليوم اعطوا لها صلاحيه اخرى وهي عاديه بالنسبه لهذه القوات، هو في مجال انتهاكات حقوق الانسان، لانه لا يخفى على احد وقعت انتهاكات خطيره في مجال حقوق الانسان. هنا يتحتم على المجتمع الدولي ان يتحرك بسرعه. فزياره اللي نتمنى تكون في الاسبوع القادم تاع الامين العام للامم المتحده راح تكون يفترض تكون قفزه نوعيه، وتكون استجابه لوضع ميكانيزمات واليات واقعيه من اجل فك وحل هذا النزاع. فاليوم الجزائر اللي أريد لها أن تكون طرف النزاع من طرف المغرب، الجزائر تؤكد ودبلوماسيتها بالأمس ما قبل الثورة من وقت مؤتمر باندونغ إلى يومنا ثابت. سامحني، آخرها رسالة الرئيس، يعني صح، رئيس بوتفليقة قال بأنه في رسالته يعني طبعا بعبارات صريحة وفصيحة، يعني طبعا في استقبال الرئيس الصحراوي. شوف في ذكرى الرئيس الصحراوي، حتى في ذكرى تأسيس البوليزاريو، وقبل ذلك استقبال الرئيس الصحراوي. نعم. شوف ان التحقيق حتى قال في رسالته في ذكرى 27 تاع اتحاد المغرب العربي، رئيس الجمهوريه يبعث الملك المغرب ويقول له، لانه بصراحه العباره قال له ان تحقيق وحده المغرب العربي بات اكثر من ضروره
في وقت تتعرض فيه المنطقه الى التحديات على جميع المستويات. فانه كانه بريز دو كونسيونس، يعني لازم كمسؤوليه دوليه، كان نحن كممثلين الشعوب، رئيس جمهوريه الدوله الجزائريه مع الملك المغربي، كانه هذا نداء الى صحيح في نظر، لانه انتقلنا من تقرير مصير مع محمد السادس، انتقلنا الى الحكم الذاتي، راهي خطوات وراء. فانه كانه ينادي الاب ما نقولش الابن، خلينا نقول الاخ الاصغر من المغرب، لانه نقول لك بصريح العباره الشعب المغربي والشعب الجزائري ما عندناش اشكال طبعا. حتى الجزائريين وكسلطه خليني نقول كسلطه وكطبقه سياسيه كمجتمع مدني، احنا المغرب راهو في صالحنا الموده والمحبه ما بين الشعبين، هذه حتميه مش اختيار. رغم بعض السقطات السياسيه المغربيه شوف خليني سيستاني نقول لك يعني خلينا الحاله الشاذه لا تقاس. العبارة. هذه ما تعبرش على اغلبيه المجتمع المغربي، خليني نكون صريح معك، حاله شاذه لا تقاس فعلا. هناك بعض السقطات وبين بعض الخطوات ما تجمعش، يعني المسؤولين السياسيين يقولوا طبعاً. كلام خلينا غير مقبول. نثمن ما يجمعنا من نعم. روابط اجتماعيه ثقافيه دينيه وحتى اقتصاديه، فهذه حتميه. خلينا نضع النقاط على الحروف، وخلي الشعب الصحراوي يقرر في الاستفتاء. إذا الشعب المغربي الصحراوي أراد أن ينضم المغرب فله ذلك، أما إذا أراد الاستقلال فله ذلك. شفنا شعوب العالم، شفنا في استفتاءات تاع الانضمام في نيوزيلندا، مع في اسبانيا، في بريطانيا مع الايرلنديين في الاستفتاء. فهذا عرف دولي، فيجب اليوم لازم خاصة بعد التحرك الأوروبي وخوفه من ارتدادات عدم استقرار المنطقة، خوفه على منطقته خلاه اليوم يكون أكثر ديناميكية. وفي تصوري أنه المجموعة الإقليمية تاع الاتحاد الأوروبي وعن طريق البرلمان الأوروبي تحرك، وكان لأنه انتقلنا من النظام الدولي إلى المجتمع الدولي. اليوم المجتمع الدولي أصبح كقوة ضاغطة، كجماعة ضاغطة من أجل صناعة القرار العالمي. واليوم في تصوري أن زيارة كريستوفر بان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة راح تكون قفزة نوعية وموش اختيار، بل حتمية لإيجاد آلية جديدة تاع كيفية تطبيق قاعدة حق تقرير الشعب الصحراوي في مصيره.